السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس ومرحبا بكم عندي في القناة. فيديو اليوم رايحين نبدأ بالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي البنات. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن فطور رمضاني على شط البحر. هنا صورت معكم التجهيزات وصورت لكم الأجواء تاع الفطور، يعني فطور بسيط ما في حتى حاجة، فطور يعني متواضع ما في حتى حاجة سبيسيال. حبيت برك نصور لكم، يعني بديت معاكم بالتجهيزات من الدار. هنا صورت لكم سلطة اللي درتها، سلطة تاع المقارونة ولا تاع لي بات، ويعني وراح نزيد نشارك معاكم الوصفة تاعها. هنايا زدت صورت لكم الحميص. هنا عندنا حميص تاع بالفلفل الرومي والفلفل العادي، وهنايا درت شبح صفراء عادي، وزدنا خبزنا الكسرة. احنا يعني حبينا نديو الكسرة، ويعني وزدنا شرينا شوي خبز في الطريق. هنا صورت معاكم شوية من الطريق، حبيت نصور لكم تشوفوا الطبيعة روعة، يعني طريق تاي قرباز رايحين لسكيكدا. هنا الطريقة دي اللي تخرج لي بلاتان الفلفلة. طريق روعة ويعني الطبيعة روعة ما شاء الله. بلادنا يعني مليحة بزاف، ويعني تبقى يعني طبيعة بلادنا ما كانش كيفها صراحة. يعني بلادنا روعة، ربي يخليها ان شاء الله، ربي يحفظها لنا، ما كانش كيما البلاد. هنا بعد ما وصلنا لابلاج فطرنا في جان دارك. لابلاج لقيناها فارغة شوية، يعني ما فيهاش الغشي بزاف. كاين يعني الناس اللي قاعدين يفطروا من الجهة الأخرى، بصح يعني الجهة هذه اللي خيرنا نقعدوا فيها احنا ما كانش فيها الغاشي بزاف. صورت لكم تشوفوا لابلاج يعني روعة الأجواء تاعها، وخاصة يعني كي نفطروا التمة. هنا يعني درنا فطور متواضع برك، يعني كي تعود على شط البحر رايح يكون مليح. هنا صورت لكم شوي شوي لابلاج ما كترتش بزاف. وهنا راح نروح نبدأ معاكم مباشرة في التجهيزات. كما شفتوا يعني انا خدمت حوايج في الدار وجدتهم، بصح يعني احنا خيرنا يعني نشوي وهنا شوي حوت. هنا راح نبداو نشعلوا النار. هنا بابا قاعد يشعل في النار، ومن جهة اخرى راح نوجدوا الشواية تاعنا. هنا بابا بدا يفرغ في الفحم باش نوجدوا الشواية. هنا حطيناهم في يعني في السني باش يعني ما يهرب لناش الفحم، ويعني نقدروا حتى نحطوه بلا بيه، كل واحد كيفاه يدير الشوايه تاعو. حنا حبينا نديروها كيما هكا. المهم هنا قاعدين نشعلوا في الفحم. زيد نرجع لكم تشوفوا يعني لا بلاج روعه. هنا في نفس الوقت الطابله ما ديناش معنا، يعني درنا غير ترمل، واكيد يعني مانيش راح نخليها غير رمل هكيك، راح نغطيوها. هنا من بعد ما غطيت الطابلة تاعي وبديت نحط في الحوايج، راح نحط معاكم سلطة تاع المقارونة اللي وجدتها معاكم، وراح نشارك معاكم الوصفة تاعها. فقط يعني حبيت ندير الفيديو تاع اليوم يعني فيه غير لقطات تاع الفطور. هنا راح نحط سلطة تاعنا. وهنا بعد ما غسلت الحوت تاعي، يعني شريناه مغسول ديجا، غير زدنا غسلناه برك شوي شوي هنا في البحر. هنا راح نوجدوا الحوت، ومن جهة أخرى راح نزيد نجبد الحميص تاعي نحطه. كيما نعرفوا يعني جينا لسكيك دا بلاد البحر، حبينا ناكلوا الحوت يعني، وخاصة على شط البحر حبينا نشويو الحوت. وبلا ما ننساو هنايا شرينا البيتزا كاري تاع سكيكدا، يعني ما كانش كيفاه تجيو لسكيكدا وما تاكلوش البيتزا كاري تاعهم. روعة يعني البيتزا كاري تاعهم بلاشان. هنا معروفين بالبيتزا تاعهم، معروفين باللي طارتولات. هنا حبينا نشريو لي طارتولات، بصح يعني وصلنا روطار شوي ما لحقناش باش نقدروا نشريوهم. الله غالب، يعني البركة في القليل. كلينا البيتزا تاعهم، بيتزا روعة صراحة، صدقوني يعني روعة. من هنا راح نبدأ بعد ما شعلنا شوية تاعنا بدينا نشويو يعني في الحوت. هنا يعني يبان لكم شوية مازال الضوء، بصح يعني قرب وقت الفطور. هنا بدينا حطينا الحوت تاعنا، الفلفل الحار الفلفل الحلو. راح نوجد الطماطم تاعي بالطريقة هذه. هنا الحوت هنا حبينا نحطوه يعني في البابي ألومنيوم نطيبوه. شوينا يعني نص مباشرة في الشواية، والنص الآخر حبينا نحطوه في البابي ألومنيوم. صراحةً يعني الحوت اللي طيبناه في البابي ألومنيوم جا بنين على الحوت تاع الشواية، وكل واحد والذوق تاعو. يعني أنا ما نحبش بزاف هذاك الطعم تاع الحاجة كي تكون مشوية تبان لي هيك شوي محروقة. كل واحد يعني وش يحب، أنا عجبتني تا البابي ألومنيوم. هنا يعني الحوتة عادي كيما قاعدين تشوفوا، حطيت لها غير شوي طماطم وشوي فلفل، وزدت لها شوي ملح، ما نساوش الفلفل الكحل، وشوية تاع كمون. يعني حتى التوابل اللي كنا وجدناهم في الدار نسينا ما جبناهمش، التتبيلة عفوا اللي كنت وجدتها في الدار باش نحطوها للحوت نسيت ما جبتهاش، يعني حطينا غير ملح وفلفل أكحل وشوي كمون وخلاص. ويعني
يعني وجات بنينة، يعني مالغري ما حطينا لها حتى حاجة بصح جات بنينة. هنا راح نروليو الحوتة تاعنا في البابي ألومنيوم عادي وحطيتها في الشواية، دي حبيت نحطها غير في الشواية. من جهة أخرى هنا بابا راح يوجد سردينة، حب يعني يحط شوية تاع السردينة في البابي ألومنيوم كيف بالطريقة هذه، ورايح يزيد لها شوية تاع طماطم، شوية تاع الفلفل الحار، احنا نحبو ناكلو الفلفل الحار، يعني الماكلة بلا فلفل حار ما تجيناش يعني بنينة، نحبو يعني والفنا بالفلفل الحار. هنا بلا ما نساو الملح، الفلفل الكحل، الكمون. وهنا الحوت تاعنا كيما نعرفوه باللي يحب الملح، هنا كترنا شوي الملح باش يجي بنين. هنا راح يقفل بابا البابي ألومنيوم ويحطها، هنا ما حبش يحطها في الشواية، حب يحطها ديريكت فوق الجمر، وجات يعني بنينة، جات ولا أروع، طعمها رائع. هنا الحوت تاعي بدا يتشوى، يعني بدا يطيب. هنا راح نحي زوز كعبات اللي حطيتهم من الأولين، اللي هو هنا خيرنا شرينا الحوت دوراد وشرينا سردينة. هنا السردينة خيرناها كبيرة شوي يعني باش ما تفزدناش في الشواية، كيما نعرفوا الحوت غير يتشوى شوي، السردينة تتشوى شوي تبدا تفزد، حبينا نشريوه كبير يعني ما يعذبناش في الشوي، وفي نفس الوقت يعني حتى كي يتشوى ما يصرالو والو، يبقى لاباس بيه. هنا حط بابا الكمية تاع السردينة اللي بقات كاملة في الشواية. هنا كيما نعرفوا الحوت يطيب ليه. هنا راهو وصل وقت الفطور يعني قرب. هنا بعد ما تشوى لي الحوت الاول حطيته ديجا، وهنا راح نزيد نملح شوية سردينة تاعي، وهنا يعني راح نزيد نكمل الطماطم تاعي اللي كنت حطيتها على جهة. هنا الطماطم قصيتها كبيرة، كيما نعرفوا الطماطم كيما تبدا تتشوى راح تبدا يعني تدوب. هنا حطيتها يعني كبيرة باش ما يفزدش الشكل تاعها. هنا نرجعوا للسردينة اللي كان شواها بابا في البابي ألومنيوم وحطها فوق الجمر ديريكت. هنا جات روعة، يعني جا الجو تاعها صراحة خير من الحوت الاخر اللي مشوي. هنا راهو قاعد ينحي فيها من البابي ألومنيوم باش يعني يحطها في الصحن باش نحطوها على خاطر قرب وقت الفطور. هنا السردينة تاعي بعد ما تشوات راح نبداو نحيوها. وهنا كيما قاعدين تشوفوا جبنا الكسرة تاعنا اللي كنا وجدناها في الدار، حطيناها شوية على الشواية باش تسخن باش ناكلوها سخونة. هنا راح نحي معاكم السردينة تاعي كاملة بعد ما تشوات، ونزيد نكمل معاها الطماطم تاعي نقلبها تتشوى مليح. وسيبون هنايا وجدنا الحوت تاعنا والطماطم تاعنا، الفلفل الحار الفلفل الحلو. وهنا صورت لكم شوية الأجواء، هنا مازالوا لنا 2 دقايق على الأذان باش يأذن باش نفطروا. وزدت صورت لكم بعد الفطور النار تاعنا بعد ما شعلت مليح يعني وحكمت فيها النار مليح، وزدنا لها شوية تاع الحطب. كانت هذه هي المنظر تاعها، يعني صراحة جات روعة. حتى في الليل كيما دار شوي البرد قعدنا قدامها شوي باش نتدفاو، صراحة القعدة لتما روعة. بلا ما ننساو بعد ما كملوا الفطور احنا عندنا يحبوا يشربوا القهوة بزاف، طيبوا القهوة على الجمر، يعني القهوة تجمر تجي روعة وتجي بنينة، ماهيش كيما القهوة الأخرى يعني طيب بعقلها. وراح نسربي معكم القهوة. وكان هذا هو فيديو اليوم، يعني فيديو متواضع، فطور متواضع ما فيه حتى حاجة يعني سبيسيال، غير حبيت نشارك معكم الأجواء، يعني نصور لكم لقطات ونبارطاجيهم معكم. إن شاء الله يعجبكم فيديو اليوم، وإن شاء الله تعجبكم الخرجة تاعنا. نخليكم في أمان الله حبيباتي، صحة فطوركم وصحة سحوركم، والسلام عليكم.